مفيش شك طبعا إن الجماهير بيبقى ليهم الجزء الأكبر من لعبة كرة القدم، وإن هما اللي بيزودوا حماسها، هما اللي طبعا بيبقوا يعني 50% من لعبة كرة القدم طبعا، كتشجيع كحماس كإثارة. الجماهير بتبقى فعلا رقم واحد في كرة القدم. موضوعنا النهاردة عن أندية جماهيرية اختفت من الدوري المصري، ولحد الآن مش عارفين يصعدوا للدوري المصري مرة تانية. ترسانة من أكبر الأندية اللي هبطت وكمان مهددة إنها تهبط للقسم الثالث. ترسانة نادي حصل على بطولة الدوري عام 1963، والنادي اتأسس في عام 1921، ومن ساعة ما هبط في موسم 2009 وهو بيعاني ومعرفش يصعد للممتاز مرة تانية. ترسانة في تاريخه كله حقق 10 بطولات في تاريخه، أبرزها طبعا بطولة الدوري الممتاز، و6 بطولات كاس مصر، بطولة منطقة القاهرة عام 1933، وكاس السلطان حسين مرتين عام 1930 وعام 1928. ترسانة خرج منه 4 لاعبين في نادي ال100 هدف، أبرزهم ونجمهم الأول الهداف التاريخي للدوري المصري حسن الشاذلي صاحب 176 هدف، وهو أكتر لاعب سجل هاتريك في الدوري المصري، ومعاه طبعا مصطفى رياض صاحب 122 هدف، وكمان لاعب بقميص الترسانة حسام حسن الهداف التاريخي للكرة المصرية وصاحب الشعبية الكبيرة محمد أبو تريكة. الأولمبي هو من أقدم الأندية المصرية اللي تأسست عام 1905 وهبط في 2009، وهو حاليا بيدور في دوري المظالم، مفيش أي أمل لعودته من جديد في الدوري الممتاز. الأولمبي هو أول فريق مصري بيشارك في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وأول ظهور للأولمبي في أول موسم للدوري الممتاز موسم 48 مع الكبار، وساعتها هو اللي خد البطولة دي موسم 1966 عشان يكون أول فريق من بره القاهرة بيكسر احتكار الأندية القاهرية لهذه البطولة، كما أنه حقق بطولة كاس مصر موسمين متتاليين 1933 و 1934. ومن أبرز نجومه اللي تألقوا في الملاعب عز الدين يعقوب صاحب 83 هدف، واللي حصل على وسام الجمهورية عام 79 تقديرا لمجهوده في كرة القدم وألعاب القوة. الجوهرة السمراء كابتن أحمد الكاس اللي حقق مع الأولمبي لقب هداف الدوري 3 مرات متتالية من موسم 91 لحد موسم 94، وشارك مع منتخب مصر في مونديال 90 في إيطاليا، وكمان في نجوم تاني زي الجويني ومحمود بكر. نادي دمنهور اتأسس عام 1961، في الموسم الثاني ظهر في الدوري الممتاز، وقعد في الدوري الممتاز لمدة 6 مواسم قبل بقى ما يحصل تغييرات وفي عوامل تحصل، فبيستقر في دوري القسم الثالث. ومن أبرز اللاعبين اللي لعبوا في دمنهور الحوشي، حمدي كريتم، أحمد الباسوسي. نادي المنصورة صاحب شعبية كبيرة جدا، وكان في يوم من الأيام بعبع الأندية الكبيرة، أندية القمة، وكان بيضم خبرة كبيرة، وكان ضامن نجوم كتير من المنتخب الوطني. تأسس فريق المنصورة عام 1932 وهبط موسم 2009 ومعرفش يرجع الدوري الممتاز من تاني. شارك نادي المنصورة في 22 مسابقة دوري ممتاز، وبيخرج من النادي ده نجوم فعلا حفروا اسمهم من ذهب في الكرة المصرية زي عبد الظاهر السقا، ياسر ريان، عمرو زكي، تامر عبد الحميد، وفي الجيل القديم أحمد شاكر وغيرهم. وردته شارة منتخب مصر، وصل المنصورة لنهائي كاس مصر عام 96 وخسر نهائي قدام الأهلي. بكده يكون الفيديو بتاعنا انتهى، استنى الجزء التاني، متنساش تعمل اشتراك في القناة، لايك للفيديو، سلام.